السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ طيب تعالوا ضروري دلوقتي واعمل شير كده لللايف ده قبل ما نبدا، لان انتوا عارفين الفيسبوك عامل حركات بايخه كده في الريتش. تعالوا دلوقتي واعمل شير بس عشان هقول لك كلام مهم قوي، عشان تعرف بقى انت بتتابع مين وقال لك ايه من شهرين وكلامه كان عامل ازاي. تمام؟ وهقول لك ازاي المليون جنيه كسبت 400,000 جنيه ويمكن اكتر سنه كمان لو انت كنت وظفتهم صح زي ما انا قلت لك بالملي. جميل؟ طيب انا راجل بتاع عربيات، انت بتتكلم في الكلام ده ليه يا محمود يا خير؟ بس اعمل شير بس عشان الكلام ده مهم قوي، وانا قايله لك من شهرين بالحرف والتاريخ لا ينسى والفيديو موجود. ما دام بتاع اسواق يبقى لازم لما اجي اكلمك عن اسواق السيارات، ما دام انا بتاع اسواق سيارات يبقى لازم في اوقات معينه اقول لك السلعه دي تنفع فعلا. كلمه قيمه مقابل سعر اللي بعض الناس الغريبه اللي ما كملوش تعليمهم بيقعدوا يتريقوا عليها وبتاع، يعني ما دي كلمه انا مش مالفها. دي مواضع للتقييم في الاقتصاد، وكلمه فاليو فور ماني. انت ازاي تظبط سعر سلعه استهلاكيه او غير استهلاكيه، سلعه اساسيه او سلعه ادخاريه، وتعرف انك بتحط فلوسك في حاجه هتدر عليك مال بعد كده، او سلعه فقط استهلاكيه يعني تمام بتدفع فيها وعليها راننج كوست ومصاريف تشغيل والكلام ده. الكلام ده مهم قوي قوي، اعمل شير بس عشان يوصل للناس. من شهرين انا عملت، كانت ثبت شائعه كده ان السيارات سلعه استثماريه، وانك السلعه دي لابد تحط فيها فلوسك دلوقتي، بدل ملح الدولار بكره يبقى ب 50 وبكره يبقى ب 120 والدنيا ضاعت والحق يا جدع والعربيات استثمار والكلام ده. فكان لابد من الرد. السيارات سلعه استهلاكيه مهمه لابد منها، في ناس بتستخدمها في شغلها وفي ناس بتستخدمها عشان تقيها شر المواصلات، لكن عملت مقارنه ما بين في الازمات تدخر مالك في سلعه ادخاريه زي الذهب يعني تمام، ولا تدخره في سياره، وعملت مقارنه بين اللي ادخر ماله مثلا في سياره عمل تجديد او عمل ابجريد لعربيته، وبين واحد راح مثلا حط نفس المليون جنيه اللي عمل بيهم ابجريد العربيه في ذهب او قيمه ذهب. ونصحت الناس قلت لهم لو عايز تدخر فلوسك دلوقتي او بيروجوا لك ان السيارات سلعه استثماريه، لا الكلام ده غلط، روح حطها في ذهب، روح حطها في سبائك ذهبيه او في جنيهات دهب. واديت المثل، وحتى ناس قعدت تتريق ساعتها وقعدت تضحك وقعدت انت بتقول ايه يا عم انت وهنركب جنيهات دهب وها وبتاع وتريق. النهارده اللي سمع كلامي من شهرين وحط فلوسه في جنيهات دهب وقت ان كان الجنيه الدهب ساعه ما كنت عامل لك الفيديو ب 8650 جنيه، وروح راجع السعر. النهارده الجنيه الدهب سيدي الفاضل وصل لرقم قياسي من 5 دقايق وبقى ب 12,000 جنيه الجنيه الدهب. تمام يا سيدي الفاضل؟ يبقى اللي سمع كلامي عمل ايه؟ يبقى اللي سمع كلامي وعرف يعني ايه سلعه استثماريه وسلعه ادخاريه فعلا، وسلعه تحفظ بالك من التضخم على اللونج تيرم، ومش اللونج تيرم ده شورت تيرم اهو. تمام؟ في شهرين اللي حط المليون جنيه في ذهب كسب 400,000 جنيه، وفي شهرين اللي حط المليون جنيه في تويوتا كرولا إليجانس اللي هي العربيه اعلى فئه ب 950,000 جنيه من شهرين، اللي حطهم فيها بيتدلل عليها النهارده ومش عارفين يبيعوها وعاملين حرق على سعرها 100,000 جنيه. تمام؟ ودفع عليها مصاريف ترخيص ودفع مصاريف تامين ودفع صيانات واتنفخ وعمال يدفع لها بنزين. السياره ليست سلعه استثماريه يا سيدي الفاضل، السياره ليست سلعه استثماريه، سلعه هامه لكنها استهلاكيه وليست استثمار ابدا. وحين يرتفع التضخم ستتوقف مبيعاتها وسيصيبها الركود، لكن السلعه اللي تحفظ مالك من التضخم ولا تركض ابدا سلعه زي الذهب، سلعه ادخاريه. اللي سمع كلامي من شهرين، الذهب النهارده ب 12,000 جنيه الجنيه الذهب، وقت ما عملت الفيديو كان الجنيه الذهب ب 8,650 جنيه. تمام؟ وصلت؟ شكرا. ابقى اعمل شير للكلام ده علشان ما يروجولكش الجهل ويروجوا لك ان سلعه استهلاكيه لها راننج كوست وبتمشي على الطريق وقد تتعرض لحادث ولها مصاريف، هي سلعه استثماريه. لا، سلعه مهمه هتشتريها وقت ما يبقى معاك فلوس، ما معاكش فلوس مش هتشتريها، لكن سلعه لا تدخر فيها فلوسك. الكلام ده غلط، والكلام ده ينافي كل ما يعرفه العقل. شكرا، وكان معكم محمود خليل.